أكتر مكان بنرتاح فيه هو البيت، وأكتر مكان بنشحن فيه طاقة. لما نختار كل حاجة فيه بعناية هنحس بطاقة إيجابية أكتر. أول حاجة إننا نخلي الشمس تدخل البيت أكتر. تاني حاجة نخلي ريحة البيت حلوة، زي إننا نستخدم البخور والأروما ثيرابي علشان نجدد طاقة المكان ونطرد الطاقة السلبية من البيت. ونستخدم حاجات مهدئة زي اللافندر عشان تساعدنا على النوم أحسن. النباتات من أكتر الحاجات اللي بتدخل طاقة إيجابية للبيت وبتنقي الهواء وبتحسسنا دايما بالسعادة والسكون. الألوان الهادية والإضاءة الخافتة بتحسسنا دايما بالهدوء، بالذات الإضاءات الدافية أو الشموع، خصوصا لو ليها روايح مميزة ومناسبة للفصول اللي احنا فيها، أو حتى لو اعتمدنا بس على نور القمر. كلنا بنحب العطور الحلوة، وفي بيوت كتير بندخلها بنفتكرها دايما بريحتها المميزة. ازاي نخلي ريحة البيت دايما هادية وتحسسنا بالراحة وتقلل التوتر؟ ممكن نعمل ده بحاجتين، يا اما الشموع يا اما العطور السائلة، ودي ممكن نستخدمها بديل للشموع لو شايفين ان الشموع مش امان كفاية لو معانا اطفال، او لو خايفين ننسى الشمعة شغالة وننام. في أنواع كتير من الشموع وعناصر كتير داخلة في تكوين الشموع على حسب المود بتاعنا والطاقة واستقبالنا للروايح دي، هو ده اللي بيحدد أنهي ريحة بتعجبنا أكتر. هتلاقوا روايح هادية كتير في زارا هوم استغلوا السيل لأنه أرخص من أماكن تانية كتير وأحجامه كتير وبتقعد فترة أطول. إزاي بخطوات بسيطة ممكن نخلي البيت مكان أريح وأهدى؟ الحاجة اللي بتدفي البيت وبتخلي ريحته حلوة هي الشموع. تاني حاجة مهمة هي فرش البيت، مهم جدا تكون خامات كويسة وألوان مريحة بتدي إحساس بالدفى ومش بتزود التوتر. ممكن من وقت للتاني نغير في الأطباق اللي بناكل فيها. تاني حاجة هي الورد الطبيعي، وبالذات لو كان ليه ريحة حلوة أو النباتات الطبيعية. 5 حاجات لو ضفناهم للبيت هيدوا البيت طاقة إيجابية ويفرقوا في صحتنا الذهنية والنفسية والجسدية. الفخار والحاجات المصنوعة من مادة طبيعية أحسن بكتير من البلاستيك. الشموع وبالذات لو كانت محضرة بروايح طبيعية. النباتات ولونها الأخضر الطبيعي المريح للعين. الأخشاب والخيوط الطبيعية. إزاي نحول البيت لمكان صحي وهادي ومريح من غير مجهود أو خطوات كتير؟ وجود النباتات في البيت مرتبط جدا بالصحة الذهنية والنفسية وكمان الجسدية. بتفرز هرمون السيروتونين وبيريح الأعصاب ويحسن المود ويقلل الاكتئاب، ويضيف لون أخضر مريح للعين وكمان بينقي الهواء. الريحة الحلوة الطبيعية سواء في الشموع في الأماكن اللي احنا فيها، سواء العربية أو في البيت أو المكان اللي بنشتغل فيه، والاختيار الصح للشموع والمكونات الموجودة فيها زي اللافندر والكاموميل اللي بيخلوا الأعصاب هادية والنوم أحسن، أو الروايح السيترس زي الليمون والبرتقال اللي بيحسنوا المود ويزودوا الطاقة. حاجة مهمة كمان هي الإضاءة، وأكتر إضاءة مريحة هي نور الشمس، بيساعد في تنشيط فيتامينز معينة زي فيتامين دي وبتحسن المود، أو اختيار إضاءة دافية زي إضاءة الشمس بتحسن من جودة النوم. قولوا اللي بتعملوا إيه عشان تخلوا البيت أهدى. أكتر الأماكن المريحة هي الأماكن القريبة من الطبيعة. إلي هوم واحد منهم. كل حاجة في المكان متنظمة بطريقة تريح العين، من أول النباتات ومنتجات الفخار المعروضة والألوان اللي جنب بعض بطريقة تريح العين قوي، والفخار المعمول بحب بإيدين مصرية، وعشان معمولة بالإيد فكل قطعة مش شبه التانية. يا ترى إيه الأماكن اللي بترتاحوا فيها وبتحسوا بنفسية أحسن؟